بالنسبه للهوكي عالميا، اول اولمبياد حديثه وكان اللي عملها، طبعا انتوا عارفين الاولمبياد دي جايه من اليونان، من الاغريق. وعلى فكره جمال الهوكي وجمال مصر الرياضه، انا رحت اليونان مرتين بسبب الهوكي. كنت في جامعه عين شمس، خدنا اول جامعات، كان الجامعات راحت تدينا رحله سياحيه، طبعا سياحيه معناها اتفرجنا، رحنا شفنا سقراط والاماكن اللي كان بيتناقش فيها افلاطون وشفناها، من ضمنها شفنا اللي هو بتاع الاولمبياد والمصر. اول اولمبياد 1896 واللي عملها بيير دي كوبرتان، ده فرنسي. 1908 الهوكي دخل فيها، لعبه الهوكي عالميه. اتلعبت 22 مره الاولمبياد، اخرها كانت 2012 في لندن، ويمكن شفتوها ويا جمال الرياضه وجمال التكنولوجيا اللي دخلت في الملاعب كلها، وفي مش الهوكي بس. على فكره هم برضه استحدثوا، احنا على طول الجيل الصناعي اخضر، هم عملوه ازرق. كان نوع من الابداع والابتكار، لان انا قلت النهارده اصبح المجالات الرياضيه هي مجالات التحدي ومجالات الصراع الحراري. مصر شاركت مرتين بس من 22. لاحظوا في انا بقول ارقام عشان تشوفوا مدى اهميه الشرقيه. اللي بيخش الاولمبياد مش انديه، منتخبات، والمنتخب المسؤول عنه الاتحاد في القاهره. يبقى الشرقيه دخلت 24 مره، خدت البطوله 21 مره. الاولمبياد اتعملت 22 مره، المنتخب مصر 2 شارك مرتين. المره الاولى في برشلونه 92 وفي اتينا 2004. السيدات بدات 1908 برضه، بس لعبت 9 مرات. مصر ما شاركتش في السيدات، لكن انا قلت ان اول بدايه هوكي السيدات او الانسات في مصر 94 95 واحنا اللي بدأناه كشرقيه. كاس العالم للهوكي، طبعا بنتكلم الهوكي، اتعمل 1991، اتلعب 12 مره، مصر لم تشارك في اي كاس عالم رجال. سيدات 1972 اتلعب 13 مره ومصر لم تشارك في كاس العالم. الناشئين بدأ 1979 اتلعب 9 مرات، شاركت مصر 3 مرات سنة 89 و93 و2005. الناشئات اللي هم البنات والسائل 1989 اتلعب 6 مرات، مصر أهلت سنة 2008. خش بقى دور الدولة، وأنا اللي كنت ماسك منتخب البنات وتأهلنا، وكنا المفروض نروح أمريكا عشان نلعب كأس العالم ناشئات. قالوا لي امضي على ورقة، كان هيبقوا 20 نادي 20 دولة، إن أنت هتصفي ما بين الأول والثاني، يعني تحترم الأول والثامن. قلت لهم أعتقد إن أنا مش معايا قلم أمضي. أمضي على إيه؟ يعني إحنا بنهرب يعني قلت له أنت هتديني الإمكانيات، هتعمل لي المعسكرات؟ قال لي لا، تبقى كده. هو طبعا كان تطفيش وكان نوع من الإيه؟ من الفكر. تعجيز. ده بالنسبة للنبذات العالمية، وانا تحت امركم في اي اسئله بقى. انت بتقولي رؤيه بقى عشان هي مستعجله. بالنسبه للرؤيه، رؤيه الدوله انا ما عنديش خبر عنها وما اعتقدش ان فيه، لكن الدولة متمثلة في محافظة الشرقية ولا الدولة كمؤسسات؟ الدولة كدولة، كوزارة الرياضة، كاتحاد، كمحافظة الشرقية. على سبيل المثال أنا كنت طالع أول بطولة عربية كانت بنينة شهر في عمان. عايزين فلوس، مجلس الإدارة الجديد بتاع النادي ما عرفش يجيب فلوس، فقالوا لي خلاص أنت لو تقدر جيب.
راح للمحافظ قال لهم انا مش معايا فلوس ومشي. انا الحمد لله بعلاقاتي في خلال 48 ساعه جبت 190,000 جنيه. 150 من وزير الرياضه و40 من مدير الشباب الاستاذ الدكتور سيد منصور. اللي انا عايز اقول لك هنا بقى يبقى هنا مش في دور دوله. ده هي علاقه عادل بالوزاره وعلاقه الهوكي بالوزاره، هوك شرقيه. لان انا دخلت مدخل ده. يعني أنا الكلام اللي انا قلته كله ده انا دخلت، وحقيقه هوك الشرقيه كانت رابح جدا. طبعا. ده انا بقول لك عن ايه؟ عن حاجات صغيره. لما انا اروح، طب انت عارف هو مدار الموافقه امتى؟ الوزير يوم السبت. وانت تعلمين ان يوم السبت اجازه. جالي تليفون روح للوزير هيخلص لك الموضوع يوم السبت. ورحنا خلصنا يوم السبت. انا سافرت بقى من الحاجات الغريبه، سافرت الحج من غير فلوس. طب عملنا ايه؟ بعلاقاتنا برضو مع زمايلنا العرب، بعت لواحد منهم قلت له انت هتشوف لي مكان اقعد فيه وما تطلبش مني فلوس انا في اخر يوم. بالك؟ رحنا. خدت بالك؟ رحنا وبعدين الفلوس جات لنا قبل العوده بحوالي 4 ايام. تخيلي بقى كان ازاي بقى؟ وشربنا ازاي؟ لا انا بقول لك في انكسارات وفي يعني الدوله مش سانداكوا كفريق هوكي. لا ما اقدرش اقول مش سانده، ما اقدرش انكر، مش جديه يعني انكر، لكن انا اقول لك ما فيش منظومه. هي العشوائيه طيب لو احنا عملنا سيمينار لكل الاطراف اللي معنيه بالمشكله دي، ناخد بعد من حضرتك يا استاذه نجلاء ان انتم تحتاجوه ونوصل لحل للموضوع ده. حل؟ يعني يا ريت لو تقدري. اصل موضوع الفندق حضرتك قلتها دي مشكله مشتركه في كل محاور السياسه. على فكره احنا بنقول الكلام ده لكل محافظ ولكل وزير ولكل الدنيا كلها. اخر ما زهقت انا قلت لك ان انا مقدم الموضوع في العاشر. ليه بقى؟ لان انا وده انا قلت لهم ايه رايكم في هوك الشرقيه؟ قالوا لي انتوا قلت زي الفل. طيب انتوا رجال اعمال ومدينه مليانه فلوس، مش كده المفترض. بجانب انها مليانه فلوس في اراضي فاضيه. فانا مقدم قلت لهم عايز حته ارض 5 أفدنة هعمل عليها مجمع هوكي عالمي، وانا مستعد لو ليا عمر هسوقه لكم. الفكره يعني كبدايه قبلوها وقالوا كويسه. طب انا عملت ايه؟ رحت انا دلوقتي بدخل الهوكي في المدارس قبل الانديه. ليه؟ لان لما اخش في المدارس دول ولاد مين؟ ولاد الناس اللي ساكنه في العاشر. لما يروحوا النادي الرواد او النادي الاجتماعي او احنا بنحاول نعمل نادي هوكي هناك، يبقى هنا الناس هتتشجع انها تدفع. لان انا حاولنا برضه ندخل الهوكي الرواد كذا مره من 10 سنين من طق. قال لك يا عم ده الهوكي الشرقيه فيه، هو نادي الشرقيه، احنا هننافس الشرقيه. هو خايف من حاجه، انت هتجيب لعيبه اصرف عليها من بره. فانا عالجت الموضوع ده ان انا هطلع ناس. انت عندك اللعيبه اصلا. ايوه تمام. دي رؤيتي انا، ولو انت عايزه المشروع اجيبه لك. المشروع متكامل. طب الاستاذه شيرين سالت ليه الهوكي في الشرقيه مش لعبه طب عفوا يا مش لعبه شعبيه، يعني ليه لا تقام مباريات هوكي هنا في الشرقيه ويكون بالتذاكر وفي جمهور؟ هو ما فيش فندق. لا هو في مباريات تتلعب احنا عندنا من احسن ملاعب مصر اللي هو ملعب الهوكي في الشرقيه في نادي الشرقيه، ولكن فكر التسويق مش موجود. وخاصه انه مجالس الادارات بتيجي مش عشان تساعد الهوكي، عشان تستغل الهوكي. يعني انا كنت اقصد اقول لحضرتك انت لما انت اجتهاد شخصي من حضرتك ان انت رحت للجهات اللي هي معنيه ورحت العاشر. انا ممكن نبقى قناه شرعيه للموضوع ده، لان احنا ممكن نبعت توصيات. احنا حاليا تابعين لرئاسه الجمهوريه، فعندنا الصلاحيات دي ان احنا نبعت التوصيات والوزاره اللي ما تنفذش نسالها بعد كده، يعني نفضل متابعين هل التوصيات دي اتنفذت ولا لا.
ونجيب المحافظه. حضرتك عايز ارض، طب ما هو في ظهير صحراوي بتاع الشرقيه كبير جدا، ليه المحافظه ما تخصصش الارض دي؟ لا انا على فكره مشكلتي انا قارنت 60 اهو، يعني فاضل لي سنه واطلع لا ربنا يديك العمر. لكن انا لا بكل ولا بمل. موضوع الهوكي يعني هو يعني حياتي، وانا وقتي كله قضيته للهوكي. اي فرصه بتجيلي بكلم. انا النهارده كنت بالمصادفه مع مدير عام اداره التعليم، اداره التعليميه بالشرق، اللي هو الاستاذ احمد غنيم. اول مره اعرفه، اول لما عرف ان كابتن عادل مؤسس الهوكي راجل انا مشكورا ولازم تشرب شاي، وقعدنا نتكلم. قلت له تحب اعمل لك هوكي في الحسينيه؟ هو الحسينيه فوز. قال لي يا ريت. قلت له عندكم ارض؟ قال عندنا. قلت له جهزها وانا هعمل لك ملعب تنتهي. طب ما احنا هنجيبها من عند وكيل الوزاره نفسه، يعني من عند استاذ سيد النجار، وكيل وزاره التربيه والتعليم، يعني انا بص سيادتك انا بكلمك في ايه؟ بكلمك ان اولا نمره واحد الرياضه بشكل عام. مفيش منظومه رياضيه في مصر. الثقافه نفسها يعني. لا المنظومه مفيش فلسفه لممارسه الرياضه. عايز تعملي فلسفه لازم ترجع المدارس تمارس الرياضه. لازم. كابتن هو بس هو مش سؤال بس انا فهمت من الاخت تتكلم عن رؤيه الهوكي على مستوى القيادات المتناحره. الرؤيه عن القيادات المختلفين مهمه جدا، وهي الحساسيه على مصر نفسها. هي الحساسيه هنا في الاول، لان لو توحدت القيادات دي على هدف واحد اعتقد الجهات المسؤوله هتحترم الرؤيه الموحده. ما هو انا قلت لسيادتك اهو، يعني انا رؤيتي انا قلت لك رؤيتي دي حاجه. الحاجه الثانيه انا شايف اللي انا قلته من الاول خالص واللي بداته من 40 سنه وسيادتك، انا شايف ان انا لازم استمر وابدا من جديد، واخد بالك، بنفس الطريقه، بس بقى معايا ايه؟ بدل ما كان لسه ما عنديش انجاز، انا دلوقتي عندي انجاز فهشتغل بيه انا كعادل، ومن يقتنع بيا بعمل مجموعه عمل. مفيش غير كده، انا شايف لغايه دلوقتي مفيش غير كده اللي موجود. لان علشان زي ما قال الاستاذ عطيه الموضوع مش بس في الرياضه، في التعليم، في التجاره، في الصناعه، مفيش منظور. يعني ما عندناش دوله مفيش مشروع. طب انا هقول على حاجه يا جماعه. كينيا، انا طبعا هتسمحوا لي برضه اتكلم على الدور الاجتماعي والاقتصادي اللي الهوكي عمله. لما حد يتخيل ان ولاد شباب وبنات منشيه السادات وكفر الزقازيق والصيادين والاماكن الشعبيه دي لما يلفوا العالم عن طريق الهوكي، يعني شباب يسافر العالم ما دفعش فلوس بس عن طريق الهوكي، راح استراليا وراح المانيا وراح امريكا وراح فرنسا وراح هولندا وراح ولف في كينيا ولف في افريقيا. فاذا ان النهارده الرياضه مهم، او الهوكي بشكل عام له فضل على الذين لم يستثمر بقى الهوكي لصالح المحافظه ولا لصالح الناس ولا لصالح المدارس الموجوده. انا متبني كده، انا متبني ان الهوكي يدرس ويمارس في جميع مدارس الشرقيه، من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها. انا متبني ده، ولذلك انا بقول لسيادتك ايه؟ انا لا اسال عن الدوله، لكن انا لو رحت لفيت على الدوله ما انا بروح. ما هو الدكتور سيد مشكورا اداني 40,000 جنيه ساعدني، ما هو طبعا مبلغ لا يذكر، ولكن ما اقدرش اقول ما ساعدنيش. صح؟ ادي متشكرة جدا ان حضرتك على الدعوة، ومتشكرة يعني انا عندي قناعه طبعا ان احنا شعب الفرص الضائعه، مليئين جدا في ان احنا نضيع نفسنا فرص. الحضارات الحديثه والحضارات القديمه اتعملت بدايه بجهد افراد او هي ابتكارات فرديه. حتى الاختراعات العظيمه هي اختراعات فرديه بالاساس، ولكن حصل عليها اجماع مجتمعي. بمعنى ان مثلا في بلاش الرياضه، يعني عن الرياضه شويه،
في دول العالم الحديث بتتمسك ببعض الصناعات الموجوده عندها، بعض العادات الموجوده عندها، وتتمسك بيها جدا وتصدرها للخارج لحد ما ممكن نعرف دوله بعلاقات بصناعه او برياضه ما، دوله او جزء من دوله، ولايه في دوله معروفه بحاجات معينه، والدوله تتبنى هذه المساله وتصدرها. احنا كان عندنا ولكن الشعب المصري شعب بديع خلاص، احنا كان عندنا صناعات. ايران مثلا اتعرفت في العالم القديم بصناعه السجاد الشرائي، كانت اغلى سجاده في العالم وما زالت صناعه يدويه. احنا كان عندنا هنا في مصر الصناعات اليدويه اللي كان ممكن نغزو بيها العالم، زي مثلا صناعات خليج الخليج، الربسكات وصناعه مثلا الذهب والدق على الذهب والدق على النحاس والحاجات. عندنا مثلا صناعه اغلى عبايات في العالم واللي هي صناعه كرداس، ومع ذلك الدوله بعيده خالص، ما زالت المساله موجوده. شغاله البرازيل مثلا، لو جينا للرياضه، البرازيل الرياضه مشروع قومي، كره القدم مشروع قومي في البرازيل، ولذلك نادي البرازيل متميزه عالميا في كره القدم، لان العيال بتلعب كوره في الشوارع، يعني بينزلوا من الولاد يلعبوا كوره. انا عايز اعرف بقى، احنا عندنا في الشرقيه يعني خلي هذا الموضوع موضوع مجتمعي، ان رياضه الهوكي في الشرقيه هي رياضه متميزه. طيب انا ماليش دعوه بالدوله، انا بتكلم على المجتمع الشرقي، ايه مدى الجهد الذي يجب ان يبذل ويدفع فيه الجميع ان تكون مثلا رياضه الهوكي هي الرياضه الام في الشرق. انا بشوف، انا بفرح قوي لما اكون ماشي في الشارع والاقي اطفال صغيرين لابسين ترنجات وشايلين العصايه وماشيين، ببقى سعيد قوي. طبعا الولاد دول من بيوتات مختلفه، غالبا هي بيوتات متوسطه الحال، او لان الهوكي للاسف لعبه المسلمين. لازم هيبقى في دور على الاستاذ عادل، ولازم هيبقى في دور على منظمات المجتمع المدني الموجوده واللي بتعمل النهارده جزء من ده، ان تبقى الشرقيه الهوكي فيها هم اجتماعي، هم مجتمعي، واظن ده يتعمل بمجموعه من الجهود، بس تبقى جهود المخلصه. ان الناس، انا لو حد قال لي مثلا تبرع، ناس كتير هتعمل ده، ان الهوكي في الشرقيه يبقى له قيمه. ليه ده ما بيتعملش؟ ليه؟ احنا دايما نتجه او عندنا الشاغل الاتجاه ناحيه المسؤولين بكل الجهل التاريخي، بمنظومه، بلاش المنظومه السياسيه، حتى بالمنظومه الثقافيه بشكل عام. احنا ربنا وعدنا بناس بعيد خالص عن كل المنظومات اللي احنا بنأمل فيها او احنا بنحلم بيها كده. ليه ما دام ما بقاش اهتمام شعبي، اهتمام الشارع نفسه، على اعتبار ان احنا متميزين ومش عايزين نضيع الفرصه دي من ايدينا، يعني نمسك فيها بالنواجذ، فرصه ان الهوكي يبقى متميز في الشرقيه ويستمر متميز بجد. ايه الخطوات اللي ممكن انا بحب دلوقتي، يعني انا عارف ان عادل عايز بيحلم، لكن هو يبقى هل ده ممكن؟ انا شايف انه ممكن، لكن ايه الخطوات؟ مين اللي يساعد؟ مين يعني عايزين نبقى، يعني يا ريت يبقى اهم شعب. يعني زي النهارده كده حبينا نقول ممكن 1 2 3 دي تكون خطوات تساهم ان الهوكي، انا كاتباها على فكره موسم يكون لعبه وطنيه في الشرقيه يعني. مشروع قومي، مشروع قومي للشرقيه. ثاني حاجه، في سؤال تاني، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش، استاذ علي ممكن فاتته مساله او فاهم ان احنا عارفينها، تقنيه اللعبه. يعني انا عايز ابص في الملعب وابقى عارف الهوكي ده كام لاعب، ايه شكل اللعبه، مدى الخطوره في اللعبه، مين حجم الكوره الى حد ما فيها درجه خطوره. ما اعرفش انا لغايه دلوقتي اللاعب، انا عارف ان الجول بيبقى مصفح، لابس مصفح، لكن بقى ايضا اللاعب في الملعب معرض لخط الكوره قد تكون برضه عنيفه. مش عارف التقنيه كام لاعب. التلفزيون بقى ولا لا كان يهمنا نعرف التقنيه، يعني ممكن نعرف التقنيه يعني. نجيب صفحات فيها استفسارين. لو انا اسف جدا، لو استفسار في نفس السياق ممكن 3 كلمات استفسار، مش نفس السياق يعني. هو يعني معلش يا استاذ عادل بيه ابو الكباتن، لو سيادتك جالك وظيفه مستشار الملك في السعوديه وسبت الزقازيق ومصر، الفريق الهوكي في الشرقيه ينجح؟
هو الاستاذ عادل هو اجاب على ده. معلش برضه انا عايز اكد على حاجه معينه، ان اللعبه نفسها مرتبطه شخص. نعم، ما هو قال كده. بس نعم. واستاذن بقى برضه عشان معلش برضه هو اللي بيقول سؤال. انا اسف والله في معاك الساعه 9 الدكتور. طيب ربنا يعينك. سيادتك جايه تليفون اتكلمت يعني مش هتسمع حتى الاجابه؟ بس دي واحده سؤال بس قضيه فرقه الصعيديه في ايطاليا في 88 لما نابولي حبت تشتري مارادونا كلاعب. النادي نابولي ما كانش معاه امكانيه انه يشتري مارادونا بكميات الملايين من الدولارات في الوقت ده. الشعب نابولي لموا بعضيهم مليارير لما بعد الجنيه تقريبا المصري في الوقت ده. الناس كانت بتلم من بعضها لغايه ما كملوا المبلغ يشتروا مارادونا. دي الفكره اللي كان ده هو الفكره. لا، فكره مجتمعيه يتفتح حواليها فكر وثقافه وشعب. بس الكلام ده يبقى اساس لما تنتشر اللعبه، لما الناس تعرف. هو زي ما صار مش عارف حتى خمول اللعبه. لما تنتشر اللعبه، لما سيادتك في حي مثلا زي اي حي في جول في اي مكان النهارده في ماتش يتفرجوا على اللعبه زي ما كنا زمان ما كناش فاهمين يعني ايه جول كان في مصر. بدأ يحبونا فيه بالباتشات اللي بدأوا يجيبوها، فبدأنا نفهم قانون اللعبه، بدأنا نحبها، وخاصه ان الفرقه بدأت تتفوق. بدأوا يجيبوها. خلي بالك جميل جدا. مساعدة بقى الاهتمام شويه بالناحيه الاعلاميه في القنوات الاقليميه حتى بتاعتنا، يعني القنوات الاقليميه الخاصه بالولايات الشرقيه دي ما بتنساش المشاهد الوطني بتاعتها على الهواء، دي ساعات باستمرار. دي حاجات دي الناس لو حبت اللعبه ممكن تلاحظ من اجلها، وخاصه اذا كانت بتحقق هدف. مش هنقول مكسب، بتحقق هدف. انا بفخر جدا بقول يا جماعه ده اللي فاز ولا مره مثلا فاز البطوله 21 مره. هو الاتفاق حوالين الفكره ده بشيء في الموضوع كله. ماشي. اللي بالنسبه ردا على السؤال ماشي صعب. لا اتفضل. انا لما سبت الصيادين وقع. وللاسف الشديد برضه يعني في اي مكان انا مثلا جيت بالنسبه لموضوع الجماهيريه وانتشار اللعبه. انا جيت رحت الله يرحمه سعد الله اقترحت عليه بان انا عشان انشر اللعبه اعمل حاجه اسمها مدرب انشائي على نمط المهندس الانشائي. قال لي ازاي؟ قلت له ان واحد مسؤول ان هو ينشئ هوكي في كل الانديه او كل المراكز. قال لي اخويا تعالى انت اعملها، وعملتها وصلت الى 14 نادي. هي وكبير وبيس يعني خرجت الهوكي يعني. لما سبت المشروع وقع. هو مات وانا قدمت استقالتي. ادوا له استقالته. فالموضوع وقع. اصبحنا دلوقتي ايه؟ اصبح في الشرقيه دلوقتي نادي الشرقيه هو المتزعم الموضوع والمتحدث الرسمي باسم الهوكي الشرقيه ومصر وافريقيا والسادات يعني ممارسه كده، والصيادين بيترنح ومش موجود من 14 نادي حصل فيه تطور. يبقى هي الفكره برضه اللي انا عايز اقوله خطوره الاعتماد على الاشخاص دي خطيره جدا، لان بزوال الاشخاص ممكن جدا المشروع يقع. هذه هي الفكره. وبالتالي لما ارجع بقى تاني لموضوع الاستاذ عطيه، مساله اولا انا معايا اخويا وصديقي الاستاذ صلاح بكران ده كبير مذيع اذاعه شباب الرياضه، وهو متبني الهوكي من يوم ما عملنا. هو شغال في الاذاعه عمال زي وانا معلق هوكي، وبنحاول واخد بال سيادتك ان احنا نذيع فعلا في القناه الرابعه والقناه الاولى، بنحاول. لكن الموضوع اكبر من كده. الموضوع اكبر من كده. يعني عشان نعمل الكلام ده لازم يتعمل. حقيقه لما الاستاذه نجلاء وحضراتكم قلتوا لي اعمل محاضره، انا تعمدت ان انا ما اجيبش حد من الهوكي. ليه؟ بتاع الهوكي عارف. وانا قلت وانا متوقع ان انا هاجي الاقي 2 3 قلت هشتغل معاهم. لان انا مؤمن بحاجه بانه انت مش جاي المساله مش مساله كم. انا عندي مش كم، عندي كيف.
في 10 في 5 في وناس عرفوا حدوثه الهوكي وموجوده. وانا حاولت ابعد عن الرياضه الصرفه اللي هي بقى المخالفه، واتكلم عن الفكر او عن التجربه او عن انسانيه التجربه، وبالتالي عشان تكون قريبه من نفس الناس الشعراء والناس يعني ممكن جدا واحد شاعر عليه كتاب ليه قصيده في الهوكي، ممكن يعني قصه الكفاح او الحدوته او روايه او ده. شكرا. مع السلامه. بالنسبه بقى للموضوع ده، انا فعلا زي ما قلت لك استعطيه، انا متبني الموضوع ده، بس يعني ده بقى هيكون مرتبط بعمري، يعني انا هعيش قد ايه داير، لكن انا الموضوع متبنيه واخد بال سيادتك على اساس انه فعلا الهوكي انا بقول ما اصبحش يعني حق لعيبه الهوكي، حق الشباب، يعني حق المجتمع كله، وبالتالي فانا بقول يعني في استفاده شخصيه. انا ابني خد 16 درجه في الثانويه العامه لما كان بادئ في الفريق اول الصيف، يعني خد 4% فوق مجموعه يعني في الثانويه العامه. له مزايا لا ضخمه جدا. ففي ميزه حتى في استفاده شعبيه كمان. وعلى فكره هو ممتع كمان يعني هو الهوكي وذات الهوكي، يعني الهوكي وهوكي المستوى المرتفع شائك جدا لو الناس اتفرجت عليه، بالذات الهوكي العالمي او هوكي المستوى الراقي، يعني اذا كان احد اطرافه الشرقيه النادي الشرقيه بيبقى مثير جدا ويعني ممتع. فهي زي ما قلنا انا بعتبر مثلا دعوتكم الكريمه، دعوه المؤسسه وحضراتكم، انا شاكر جدا لانها هي يعني لعلها تكون بدايه ان يكون الهوكي فكرا، ان الهوكي قضيه مجتمعيه وقضيه شعبيه وقضيه انها يعني هي تحتمل هذا، لدرجه ان المستشار سعيد عابدين رئيس نادي دلوقتي الصيادين هو عارف بقى ان احنا يعني سياسيين قدام كده وبتاع، فجي قابلني في عزا مره قال لي بقول لك يا عادل انت نسيت الصيادين ولا ايه؟ قلت له عايز مني ايه؟ قال لي ما تيجي نعمل حاجه كده الثوره الدنيا قامت وبتاع يعني. قلت له انا هعمل ثوره بعد ما 65 والله الشباب يعني عملت